يا ترى لو معاك آلة زمن تحب تروح بيها فين؟ 100 سنة قدام، ولا ترجع تحل غلطة عملتها من 10 سنين؟ السفر عبر الزمن دايما كان فكرة مجنونة بتظهر في الأفلام والقصص، بس السؤال الحقيقي، هل ممكن تحصل في الحقيقة؟ في الفيديو ده هنتكلم عن نظريات علمية بتحاول تفسر فكرة السفر عبر الزمن، واللي بيقولوا إنها ممكن تحصل، وكمان المخاطر اللي وراها، وأغرب الحكايات اللي اتقالت عنها. جاهز؟ يلا بينا نبدأ. أول حاجة خلينا نسأل نفسنا سؤال: الزمن عبارة عن إيه؟ الزمن مش بس ساعة بتلف، لأ دي حاجة شبه النهر بتجري لقدام ومفيش طريق للرجوع. بس العلماء عندهم كلام تاني. اينشتاين قال ان الزمن والمكان مش حاجتين منفصلين، لا دول مرتبطين ببعض في حاجة اسمها الزمكان تحت مصطلح سبيس تايم. لما جسم بيتحرك بسرعة عالية جدا، خصوصا لما يقرب من سرعة الضوء، الزمن بالنسبة له بيبطأ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو طلعنا بمركبة بسرعة قريبة من سرعة الضوء وقعدنا فيها سنة، ممكن نرجع نلاقي الارض عدى عليها 10 سنين او اكتر. وده مش خيال، ده حصل فعلا. في تجربة اتعملت بالساعات الذرية، خدوا ساعتين، واحدة فضلت على الارض والتانية ركبت الطيارة وطارت بيها بسرعة عالية، ولما رجعوا لقوا في فرق بسيط جدا في الزمن بين الساعتين. وده معناه اننا لو قدرنا نتحرك بسرعات خرافية ممكن فعلا نروح للمستقبل، بس السفر للماضي ده موضوع تاني خالص. نيجي بقى لحكاية اسمها مفارقة الجد. تخيل معايا كده سافرت للماضي وقتلت جدك قبل ما يتجوز، ساعتها والدك مش هيتولد اصلا، وبالتالي انت نفسك مش هتتولد. طيب لو انت ما اتولدتش، ازاي سافرت للماضي وقتلت جدك اصلا؟ المفارقة دي بتورينا قد ايه فكرة الرجوع للماضي معقدة جدا ومليانة مشاكل منطقية، ولو حصلت هتخلق اكوان متوازية. في ناس بتقول لما تغير حاجة في الماضي انت مش بتغير الخط الزمني بتاعك، لا انت بتولد خط زمني جديد وبتعيش فيه، يعني كأنك كده دخلت فيلم من جديد. في كمان حاجة غريبة اسمها الثقوب الدودية، ودي لو عايز تبص للزمن كأنه ورقة، الثقوب الدودية بتتني الورقة وتوصل نقطتين بعيد عن بعض في لحظة واحدة. العلماء بيقولوا لو قدرنا نتحكم في ثقب دودي ممكن نوصل نقطتين في الزمن ببعض، بس كل ده فكرة نظرية، مفيش دليل ان الثقوب دي موجودة فعلا بشكل يسمح لينا نستخدمها. المشكلة كمان ان الثقوب دي غير مستقرة وبتنهار بسرعة، ومحتاجين طاقة خيالية علشان نثبتها. يعني ممكن يكون في بوابات زمنية، بس احنا للأسف ما عندناش اي قدرة نتحكم فيها. دلوقتي بقى لو افترضنا ان السفر عبر الزمن ممكن، هل ده هيكون آمن؟ تخيل لو حد سافر وغير حاجة صغيرة في الماضي، زي انه منع ابوه من حضور مناسبة اتعرف فيها على والدته. تغيير صغير في الماضي ممكن يسبب كارثة في المستقبل. غير كده لو في جهاز للسفر عبر الزمن، هو مين بالظبط اللي هيبقى مسؤول عنه؟ تخيل حكومة او شخص شرير يتحكم في التاريخ كله، او ناس ترجع تمنع اختراع مهم، او تزور الماضي علشان تسرق معلومات وتتحكم مثلا في ارتفاع وانخفاض البورصات العالمية. دي مش مغامرة بريئة، دي فعلا كارثة بكل المقاييس. العلم بيتقدم كل يوم بسرعة رهيبة، وكل يوم في اكتشافات جديدة. هل ممكن في يوم من الأيام نلاقي نفسنا بنركب آلة زمن ونروح لليوم اللي اتولدنا فيه، أو نطلع حتى بعد 500 سنة ونشوف شكل العالم عامل ازاي؟ في الحقيقة محدش يعرف، بس المؤكد ان العلم لسه لحد النهاردة بيحاول يفهم طبيعة الزمن، والسؤال لسه مقترح: هل نقدر نكسر قوانين الكون، ولا الزمن هيفضل سر كبير؟ قول لي انت بقى، لو معاك آلة زمن تحب تروح بيها فين؟ في الماضي ولا المستقبل؟ وايه الحاجات اللي نفسك تشوفها؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. انا محمود البدري، وانت هنا في معلومة وحكاية. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله، وسفر جديد في عوالم العلم والخيال. وبس كده، سلام. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.